بما انه راح ارشح للانتخابات ان شاء الله، اذا صرت وزير التربيه جايب لكم مواضيع هسه موجوده بالمنهج ما بها اي فائده راح احذفها بالمستقبل. تعالوا اقول لكم شنو هي. اول شيء قصيده دجله الخير، خير يعذرني محمد الجواهري. ليش؟ لان دجله جفت ما بقى منها بس تراب، وين الخير اللي بيها؟ ثاني شيء التكامل والتفاضل بالسادس اعدادي. هسه ذولا جماعه الكليات خلي يجاوبوني، يا ابيكم استفاد من التكامل والتفاضل بالكليه، شنو فايدته هذا العكره هاي ما ادري بالسادس، راح نلغيها احسن ونخلص الطلاب من همها. ثالث شيء جت قيمه اكس، وشنو الفائده اذا وجدناها؟ صار لنا 20 سنه نركض ورا اكس ولحد الان ما لقينا قيمته، خلي يولي خلينا نخلص من يمه راح احذفه. رابع شيء الانشاءات بالانجليزي، كل كتاب حاط لي بيه 50 انشاء، ادري ذنش يحفظهن، هو طالب لو حاسب عقله كل صف اخلي بيه انشاءين لا اكثر، انشاء قبل نص السنه وانشاء بعد نص السنه. اخر شيء موضوع النبات الطبيعي والتكاثر بالضفدع والصرصور والفراشه، هذني شنو فائدتهن للطالب يقراهن؟ فاليوم شفت لكم نبات طبيعي نامي بالعراق ماكو، حتى نباتات كلها قصيناها. لا تنسون تتابعوني وتدعموني وتنضموني وانا بقناه تيم السكاكه بالتليجرام، هاي صوره القناه، ولا تنسون رقم القائمه 0 تسلسل 441.